يا صباح الخير والسعادة. يلا الفطار الرسمي لكل بيت مصري. أيوة، أول مرة هتسمعيها بالعكس. إن خلص الفول أنا المسؤول. أيوة، أنا مسؤولة إني أخليكي تعملي أحلى فول مصري مدمس، صحي بطعم ولون وقوام. فول المطاعم بس من غير لون الفول الضار، ولا المادة الغير صحية اللي بيحطوها عشان تسرع سواها. وكمان هقولك على سر الإزازة البيضة اللي بيحطوها على وش الفول وبتخلينا نتجنن من حلاوة الطعم. يلا نسمي بالله ونشوف مقاديرنا والطريقة. أنا معايا هنا نص كيلو من الفول، غسلته ونقعته من بالليل، أقل حاجة تنقعيه 6 ساعات ونزلت بيه في الدماسة. معايا هنا كوباية من كوبايات الشاي اللي في كل بيتنا، اللي في كل بيوتنا، حطيت غسلتها كويس جدا وصفيتها ونزلت بيها في الدماسة. معايا كمان نص عصير ليمونة ومعلقة كبيرة من الخل، وده اللي بتحافظ لي على لونه ما يسودش. حطيت نزلت بمية مغلية، قلبت كله 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 كويس في بعض، ونزلت بجزرايه مقطعاها صغير، غطيت عليه وسبته لحد على العين بتاعه القهوه. هتسيبيه في الاول لحد ما يغلي معاكي، وبعدين هتوطي عليه عين البوتاجاز تبقى زي الشمعة. وكمان انا بحط له الشياطه عشان بتلاقي بقى القعر بتاع الحله دوت ما بيلزقش فيه اي حاجه، وتطلع الحله نظيفه زي ما هي. بعد 5 ساعات ونص على نار هاديه جدا جدا، حطيت له معلقه كبيره من الصلصه، وجبت نص كوبايه من الميه عشان اخد القوام. حطيت عليه نص كوبايه من الميه، قلبت فيها معلقتين كبار من النشا، وسبتهم مع بعض نص ساعه كمان. اجمالي التسويه 6 ساعات. هنا بعد 6 ساعات تعالي شوفي اللون والقوام تحفة. وما تقلقيش خالص من معلقة الصلصة، مش طعمها مش بيبان نهائي. هنا تعالي اقولك بقى على سر الازازة اللي بتجننا كلنا. اللي بنروحوا اي مطعم نلاقي صاحب اللي بيحضر لنا الفول لازم يرشها على وش الفول. انا هنا معايا برطمان فيه نص كوبايه من الميه، 3 معالق كبار من الدقيق، قلبتهم كويس جدا في بعض، نزلت عليهم بالملح والكمون والشطه وخل وعصير ليمونه. انا هنا حطيت كمان معايا شبت وبقدونس مقطعهم صغير قوي 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 كده، وهزودهم على الخلطة وهرج في البرطمان كويس جدا. بعد كده حطيت عليها معلقتين كبار من الطحينة، معلقتين بس. قلبي بقى كله كله كويس قوي، والبرطمان هنا بيساعدك ان كل الحاجة تختلط في بعض. ممكن في بعد الخطوة دي تنقليهم بقى في الازازة اللي بنشوفها في ايدي ديت، ويكون مخرمة الغطا بتاعها. او انا عاملة للبرطمان ده غطاين، بحط الغطا اللي انا خرماه يعني عادي عشان ما بهدلش الدنيا. هنا خدت منه غرفت طبقين، وهبتدي احضره معاكي. برش عليه من الصوص اللي احنا عملناه او البشاميل، البشاميل الفول زي ما هما بيقولوا عليه على عربيات الفول، وحطيت الزيت وقلبت. هنا بقى انا مش بزود قوي في الخلطه اللي بعملها من الملح والكمون، عشان انا مش عارفه الكميه اللي بستخدمها كل مره ما تبقاش حادقه. فانتي هنا بقى ظبطي، يعني دوقي وظبطي الملح بتاعك والشطه زي ما انت عايزه. عصرت كمان نص عصير ليمونه. ابتديت انزل بالزيت كده ازينه من على الوش، اخليه شبه اللي بيتقدم لنا في افخم المطاعم هنا في اسكندرية. بصي بقى الشكل ولا الطعم واللون والسوى تحفة. لازم تجربيه، هيعجبك جدا. ولو انتي وصلتي معايا لحد هنا بشكركم جدا، ولو شايفين ان محتوى الصفحة هادف يا ريت تدعموني بلايك وكومنت وشير عشان الكل يستفيد، ومتابعة للقناة عشان يوصلكم منا كل جديد. ودي كل الكمية من نص كيلو فول، 6 اكياس كبار وطبقين فول كبار، يعني 8 اكياس من الفول، حجم كبير. قولي لي بقى عندك في الكومنتات الكيس الفول الكبير اللي زي ده بتشتري بكام؟ وبصحة وهنا.